كلية الآداب والعلوم الإنسانية في أول أيام الدخول الجامعي لموسم 2012-2013 17 ألف طالب مقابل 160 أستاذا و80 إطارا إداريا. اكتظاظ شكل أهم المشاكل التي تواكب بداية هذا الموسم. هذه الكلية ذات ولوج مفتوح ب8 شعب. في السنة الماضية كان عدد الطلبة كبيرا بلغ 12 ألفا، وهذا العام ارتفع إلى 17 ألف، ما يطرح عدة مشاكل على مستوى الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية والتأطير البيداغوجي والإداري. فالمؤسسة أنشئت لاستقبال 5000 طالب، فما بالك ب17 ألف. en termes d'encadrement pédagogique et d'encadrement administratif. ما تتوفر عليه الكلية من مدرجات وكذلك من قاعات التدريس هو لا يواكب بتاتا العدد الحالي المسجل، وهذا يطرح مجموعة من المشاكل تتمثل في الأساس في كون أننا نكون ملزمين في كثير من الأحيان، وخاصة فيما يخص مثلا الدروس التطبيقية يكون عدد ديال الطلبة كثير، وهذا يؤثر على العملية التربوية كما تعلمون. أستاذ لكل 120 طالبا، معدل تأطير يصنف بين الأضعف جهويا ووطنيا. مشكل يعيه الطلبة جيدا ويضيفون صعوبات أخرى على رأسها الماستر. شعبة علم الاجتماع وشعبة الدراسة الإسلامية ليس لديهما ماستر، يعني أين سوف يتوجه هذا الطالب المتخرج؟ يعني إذا أراد أن يكمل دراسته العليا يعني هناك إشكالات في الماستر. يعني نناشد المسؤولين أنهم يحاولوا يدبروا هذه الأمور فيما يخص بناء قاعات جديدة، لما لا، فيما يخص فتح ماسترات جديدة. لحل بعض هذه الإشكالات انخرطت كلية الآداب في بناء قاعات جديدة، كما حصلت على بعض المناصب المالية لتشغيل أساتذة جدد، لكن الرهان يبقى كبيرا لمواجهة التحديات الأخرى التربوية والإدارية.